إلى جميع الشعراء والمنشدين، كنت قد نشرت فتوى والبعض قال لا نعرف إجابتها، وإن شاء الله جابوها. أنا قلت في الفتوى، قلت تفتيك من بازل وبكرة ثابته لا راسها شيب ولا عادي شباب، وقعلها بازل وبعدها حبته وهو تزوجها وطاب الإنس طاب، تزوج البكرة وهي ذي جابته وظهر لها كامل وداده، واستجاب بعد عصاها عكس ما هي طاعته، والحب ذي ما بينهم سباح سراب طلق، وبعدها قال يشتي زوجته ورسل الحناء ورسل بالخضاب، قالوا له انسابه كرهنا نسبته، ما عاد هيله لو طلع فوق السحاب، ما بات رمل بعد ما قد فكته، خطابها بيجولها من كل باب، فمن هم الخطاب لغزي فرمته، وش حقها الأبواب قل لي بالحساب، ومن هو البازل ومن هي بكرته، انت ذكي يا صاحبي هات الجواب. هذا بدع الشعر ناصر بن علي الشيخ. عليكم الجواب من أبو حمد ماطر، قال يا مرحبا شعر عسر في شلته، يا مرحبا شعر عسر في شلته، ساق القوافي والمعاني مش قراب، يا مرسل يردي يصل من ساعته، له من بني شداد عالين الجناب، واسأل عن أحواله وكيف صحته، واهدي سلام ميله مع شيبه وشاب، ناصر علي وأهل الطيال هم لابته، كم من محنك للمغازي ما يهاب، وقل لهن الحل عندي سيرته، وقل لهن الحل عندي سيرته، والحل واضح في ذهابه والإياب، البازل الدموع شلو صورته، والبكرة السلطة زوجها وغاب، خطابها بحالها متفاوته، اما بنار الحرب ولا بانتخاب، والله خارج شعبنا من محنته، يا شعب ما بش خير من وجه الغراب. وصح الله لسان أبو حمد ماطر ما قصر، وشكرا لكم ما قصرت وذي حاولته الجميع.